أنا أنا بنت بسيطة جدا وعايشة مع أهلي في قرية ريفية. والدي دايما بيخاف عليا لدرجة كبيرة قوي، يعني مانع التعامل بيني وبين أي شاب في عيلتي، وكل العيلة تعرف إن أنا بنت ملتزمة وعلى خلق، وإن أنا معرفش أي حاجة عن العالم الخارجي. ولأن طبعا عندنا في القرية بعض العائلات بتجوز بناتها في سن صغير جدا ويعتبر اللي هو سن المراهقة، وأنا كنت طبعا في المرحلة ديت، كنت في آخر مرحلة في الإعدادية، وكنت خلاص داخلة على مرحلة الثانوي. فكان بقى من الطبيعي إن أي شاب يتقدم لي. كان والدي بيرفض أي شاب، وكنت أنا بعيدة تماما عن موضوع الجواز، لأن أنا معرفش حاجة أصلا عن الجواز ولا المفروض أتعامل إزاي ولا زوجي يتعامل إزاي. ما كانش شاغلني الصراحة الموضوع دوت زي معظم البنات. كان كل اللي في دماغي إن أنا متفرغة لدراستي، لحد ما الحمد لله خدت الشهادة الإعدادية. وقتها اتقدم لي حد من قرايبي، ولأن العلاقة بينهم وبين أبويا قوية جدا، أبويا وافق على الخطوبة.